السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الخير أصدقائي الكرام. النهاردة جايب لكم فكرة جديدة، فكرة ازاي تعمل شواية ب... بأبسط حاجة يعني باسطوانة فريون. اسطوانة فريون عادية، اسطوانة كبيرة 13 كيلو زي ما انتم شايفين اهو. الاسطوانة قطعتها نصين، بس في نص اكبر من التاني، قطعتها كده بالعرض بالصاروخ، تمام. في نص اكبر من التاني، والنص الصغير خليته من تحت بحيث ان هو يعزل الحرارة جوه اللي جوه الفحم هنا عن الارض، تمام. ولحمت النص اللي تحت في النص اللي فوق زي ما انتم شايفين، وفي الوقت نفسه اليد بتاعت الاسطوانة من هنا والمحبس بتاعها قطعته وشلت الجزء بتاع المحبس، وخليت الجنب ده هو اللي هنا كده فاضي، بحيث لو انا مشغل مروحة زي كده وعايز اشغل الفحم عليها بدل ما هو يوجع ايدي، الهواء كله بيخش من الفتحة دي يهوي على الفحم وجميع الجوانب التانية. شبكة الشواية سند عليها بحيث ان مفيش تهريب للحرارة غير من خلال الحاجة اللي هتشويها، تمام. واليد قطعتها نصين، نص اللي تحت والنص التاني لحمته في الجنب التاني كده زي ما انتم شايفين، بحيث ان انا وقت ما احب اشيلها ليها يدين في الجنبين. وزي ما انتم شايفين، وتعالوا اتفضلوا معانا ادي مكان الفحم. لو انا شغلت مروحة طبعا تعرف الدخان، برفع الشواية كده عشان تشوفوا بصوا يا جماعة الجنب اللي داخل منه الهواء هو اهو بتاع المروحة. مجرد ما الفحم اشتغل شوية خلاص انا كده هطفي المروحة. لو عجبك الفيديو وعجبتك الفكرة اشترك معانا في القناة واضغط لايك. ودي اسطوانة احنا كفنيين يعتبر بتترمي، يعني مش بعد ما الفريون منها بيخلص خلاص يعتبر ملهاش اي قيمة كصاج، يعني تترمي. فانا فكرت ان انا اعمل الموضوع دوت كفكرة، ويعتبر مش مكلفة ابدا. هي كل اللي اتكلفته بنطتين اللحام دول. لو انت ما عندكش مكنة لحام ورحت عند اي حد حداد مش هياخد منك 20 جنيه لحام، تمام. واتفضلوا معانا.
اخوكم مجدي مكر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.